لا تلوم أحدا حتى لا تلام. اعترف الراحل جون واناميكر وقال: كان علي أن أبقى ثلث الوقت ليدرك حقيقة أن 99% من الناس لا ينتقدون أنفسهم أبدا بغض النظر عن مدى خطأهم. يقول جون: لا جدوى من النقد الذي يضع الإنسان في موقف الدفاع عن نفسه لتبرير أفعاله، لأن النقد يسيء إلى كبريائه ويضر بمشاعره. يقول لك في الجيش الألماني إذا صارت مشكلة ما يسمح للجندي بتقديم شكوى مباشرة، بل عليه أن يتباطأ ويهدأ حتى تبرد المشكلة، ولو قدم شكوى مباشرة فراح يعاقبوه. كان إبراهام لينكولن يحتضر في غرفة نوم في منزل متواضع، حيث أطلق عليه بوث النار في يوم السبت 15 إبريل عام 1865. قال وزير الحرب ستانسوي ولينكولن ممدد على السرير: هنا يرقد أفضل قائد لرجال عرفه العالم. كان لينكولن يكتب خطابات وقصائد تسخر من الناس ويرميها في الطريق حتى يجدون الناس ويقرؤونها. أثارت تلك الخطابات الغضب لفترة طويلة، وحتى بعد أن أصبح لينكولن محاميا في سبرينغفيلد هاجم خصوم علانية في الصحف، وقد سخر في خريف عام 1842 من سياسي إيرلندي ميال إلى العراق. ميال إلى العراق يعني حق مشاكل، يدعى جيمي شيلدرز. هاجاه لينكولن من خلال خطاب تم نشره في صحيفة سبرينغفيلد، حتى ضجت المدينة بالضحك عليه. وبعدين اكتشف شيلدرز أنه كتب الخطاب لينكولن وتحداه في مبارزة لم يكن لينكولن يريدها. طبعا لينكولن عارض المبارزة ولكن ما قدر يهرب منها عشان ما تروح الهيبة وتلوث سمعته، فاختار لينكولن المبارزة بالسيوف، حيث أن لديه ذراعين طويلتين وقد تلقى دروسا في المبارزة. وفي اليوم المحدد استعدوا للقتال حتى الموت، يعني ما تنتهي المبارزة إلا واحد منهم يموت. وفي الدقيقة الأخيرة قرر المؤيدون من الطرفين مقاطعة المبارزة وتم إيقافها فورا. كان هذا الحدث فارقا في حياة لينكولن، فقد علمته هذه الحادثة درسا لا يقدر بثمن في فن التعامل مع الناس. عندما كانت معركة بيتسبرغ في أيامها الأولى في شهر يوليو عام 1863 وأثناء ليل اليوم الرابع، بدأ لي بالزحف جنوبا بينما غرقت العاصمة في المطر، ووصل مع جيشه المهزوم فوجد أمامه نهرا مرتفعا، ولم يكن لي وجيشه يستطيعون العبور، وكان جيش الاتحاد المنتصر خلفه، فتمت محاصرة لي ولم يكن يستطيع الإفلات. انتهز لينكولن فرصة ذهبية وأمر ميد أن يباغت لي وجيشه وأن ينهي الحرب فورا، وبعث رسولا يطلب من ميد مهاجمة لي، ولكن ميد لم ينفذ أوامر لينكولن، فاستدعى مجلس الحرب ورفض رفضا قاطعا مهاجمة لي، وانحسر الماء في النهاية وهرب لي وقواته. ثار لينكولن غاضبا وقال: يا إلهي ماذا يعني هذا؟ كانوا في متناول يدنا، كان لابد أن يكونوا في قبضتنا، لو كنت هناك لألهبته بالصوت بنفسي. عندما جلس لينكولن كان مستاء وكتب إلى ميد خطابا قال فيه: عزيزي الجنرال، لا أظن أنك تقدر جسامة هروب لي، كان في متناول يدنا، ولو أطبقنا عليه لانتهت الحرب، ولأضيف ذلك إلى إنجازاتنا، ولكن بسببك استمرت الحرب إلى أجل غير مسمى. إن لم يكن بمقدورك مهاجمة لي الاثنين الماضي، فكيف ستستطيع ذلك مستقبلا؟ لا أتوقع منك الكثير الآن، فقد كان بوسعك أن تنال بأقل من ثلثي القوة التي كانت معك، فرصك في النجاح قد ضاعت، أنا حزين جدا من أجلك. طبعا ميد لم يرى هذا الخطاب أبدا ولم يقرأه، لأن لينكولن أساسا ما أرسل. لقد وجد الخطاب بين أوراق لينكولن بعد وفاته. لقد قال لينكولن في نفسه وهو يدرس الخطاب: لو أرسلت هذا الخطاب لاستراحت مشاعري، لكنه سيجعل ميد يبرر أفعاله وربما أدانني وسيشك في نفسه وفي قيادته. تذكر وأنت تتعامل مع ناس أنك لا تتعامل مع مخلوقات منطقية، بل مع مخلوقات عاطفية، مخلوقات ممتلئة بالمشاعر والكبرياء والغرور. كما أن لينكولن يظن أنه لو كان مكان ميد وواجه نفس الظروف التي واجهها ميد، فمن الممكن أن يتصرف كما تصرف ميد بالضبط. يقول كونفوشيوس: لا تشكو من الثلج الذي على سطح جارك وعتبة بابك مسدودة بالثلج. توماس هاردي واحد من أعظم الروائيين الذين أثروا في الأدب الإنجليزي، عندما تعرض للانتقاد كانت لطمة لكبرياء وعجلت بموته. الانتقاد الحاد هو الذي جعله يهجر الرواية للأبد، وهو الذي ساق الشاعر البريطاني توماس إلى الانتحار. بنيامين فرانكلين عديم الفطرة والكياسة في شبابه صار دبلوماسيا وبارعا في معاملة الناس، وتم تتويجه سفيرا لأمريكا لدى فرنسا. أتعرف ما سر نجاحه؟ قال: لن أتكلم عن أحد بسوء، سأذكر خير ما أعرفه عن الناس. أي أحد يقدر ينتقد ويدين ويشتكي، فخليك متفهم للناس ومتسامح. يقول كارلين: الرجل العظيم تظهر عظمته عن طريق معاملته مع من هم أقل منه، فبدل ما ندين الناس خلونا نفهمهم، لأنك لو فهمتهم راح تفهم ليش سووا اللي سووه، وإذا كنت مصر أنك تغير الناس فغير نفسك أول وهم في المقابل راح يتغير.